خلاص يا خالته بقى، انا هخلي شوقي ينزل يكلم المستر. مستر مين؟ انا مش هكلم مساطر. لا ما يكونش عندك فكره خالص، هخليه يعمل له خصم إشي. في ايه يا سندس؟ انا مش فاهم حاجه. حموقه وانه اولاد خالتي عاوزين مراجعه عشان الثانويه العامه. ثانويه عامه تاني؟ ده بقالهم 4 سنين في الثانويه العامه دي. العيال بتحب التأني يا شوقي، مش عاوزين يروحوا الجامعه الا لما يسالوا عليها كويس. ربك والحق، المفروض الجامعه هي اللي تسال عليهم كويس. المهم دلوقتي عاوزين مراجعه والمستر بيقول لهم ب 500 جنيه. له حق، ما احنا من ساعه ما خدنا الاستاذ بقى اسمه مستر، لهم حق يتنططوا على اللي خلفوني. كتير قوي 500 جنيه في الشهر. في الشهر؟ ده انت طيب وغلبان قوي. 500 جنيه في الساعه يا ابن المضحكه. ما هي خالتي مكلماني عشان اخليك تنزل تتفاوض مع المستر يقلل السعر ده شويه. لا لا لا، سيبك من الراجل ده خالص. انا عندي حته دم مستر. طب التوب فوق النمره واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اعرفكم بنفسي، انا المستر شباب الدمياطي، نجار باب وشباك، ومستر لحد ما السبوبه دي تخلص. اهلا بك يا مستر، غني عن التعريف يا شائشه، احلى مستر في الحته، الله الوكيل يا جدعان. اهلا بيك يا مستر. اهلا بك يا عسل. انت معانا في الدرس؟ انا جاي المراجعة يا مستر. صدقني بالله المراجعه نورت واتأشخت بك يا اشخه. مش نبدا بقى حبيبنا؟ عندك حق. تحبوا نبدا بقى يا شباب؟ نبدا بسم الله طبعا عشان البركه تحل في القعده. كلام محترم من شخص ليس له علاقه بالاحترام. عاوزين نحل امتحانات يا حبيبنا. اكتم ملا امتحانات ايه؟ انت عرفت تعرفني شغلي ولا ايه؟ ايه رأيك نحل امتحانات يا مستر؟ انا رايي من رايك يا قلب المسطر. اقرا السؤال الاول في امتحانات السنه اللي فاتت يا نقه. السؤال الاول الادب. بس ما تكملش، طالما السؤال له علاقه بالادب يبقى ما تحاولش اصلا فيه لا انت ولا اخوك. اقلب على اللي بعده. السؤال الثاني، كان طه حسين يحسد الارانب التي تتخطى السياج، اوصف السياج. ده سؤال ايه شيخ؟ هتكتب ما تعرفه عن الانارب. يعني معروفه مثلا ان الانارب ولاده، بس بتجيب حساسيه على الصدر، وبعدين ما تدخلش عليها حد غريب عشان ما يصيبهاش عيب. بس بيقول لك اوصف السياج يا حبيبنا. ما يقول يا عم اللي هو عاوزه، خلي عندك شخصيه كده. السؤال اللي بعده على طول. السؤال اللي بعده التعبير. سهل، عبر. القراءة. سهل، اقرا. بعدين البلاغة. سهل، اقرا برضه. بعدين نحو يا حبيبنا. مفيش مشكله، اتنحنح. الله عليك يا مستر، استاذ ورئيس قسم والله. لا انا عايزكم تسهلوا الدنيا على نفسكم خالص. اوعى تتوتر، اوعى تخاف. كل ما تخاف افتكر انك تلميذ ابو الشوق. خلصانة يا ابو العشاخة كلها، يعني خلاص هنجيب طب من بقك يا نقه، هي بتلم ولا ايه؟ خلاص مش مهم، صيدلة بقى وخلاص. يلا يا رجاله، كل واحد يسيب 200 جنيه مره مع مدام سندس، وانتظروني في مراجعه اللغه الانجليزيه. انت ليك في الانجليزي كمان يا ابو الشوق؟ يا ابني انا هعمل لكم مراجعه كل المواد، والانجليزي ده بالذات لعبتي، اخليك تحله وانت نايم. طب ومراجعة الانجليزي هتبقى هونا يا حبيبنا. يوسف كورس، اي ام فاين ثانك يو.